السلام عليكم. صباح الخير. فيديو جديد على القناة. نتمنى نلقاكم بألف صحة وسلامة يا رب. كيف ما كنشوفوا غنوجدوا مجموعة اليوم العجين المورق بواحد الوصفة سهلة سريعة التحضير ونتيجة زوينة بزاف. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي الفويطاج ديالهم وكيفاش كتجي النتيجة ديالهم بعد ما كنستعملوهم. هنا خدمتهم في ليفولوفون وغادي تشوفوا كيفاش جاو مورقين وناجحين وخفاف رائعين. الا كنتي باقي ما تابونيتيش للقناه ديالي شرفيني وديري ضغطي على زر صابوني. ديري لنا لايك الى عجبك المحتوى ديال القناه ديالي وفعلي زر الجرس باش يوصلك الجديد للقناه. كيف ما كنشوفوا الوصفه ديال العجين المورق ناجحه اقتصاديه احسن من اللي كنشريوها في المحلات وفيها هي اساس لعده مملحات كتصلح للمالح والحلو كذلك. نبداو على بركه الله الوصفه ديالنا. بسم الله. هنا غناخدو 500 غرام ديال الدقيق الابيض. الا بغينا نضاعفوا المقادير ممكن نضاعفوا معاهم واحد معلقه صغيره ديال الملحه، جوج معالق كبار ديال الزيت النباتيه وجوج معالق كبار ديال الخل، وكنخلطوا هاد العناصر بعضياتها وكنزيدوا الماء بارد من الصنبور مباشره. كاين اللي كيزيد لهم واحد المعلقه ديال السكر سنيده. هنا راه ما درت حتى شي اضافه اخرى غير الملحه والزيت والخل وخلطتهم عجنتها بالماء بارد من الصنبور. الا كان الحال سخون فكنديروا الماء شويه في الثلاجه. فضروري العجينه تكون عندي مخلطه بالماء بارد باش ما تذوبليش الزبده اللي غادي نفويتيو بها هاد لاباط فويتي او هاد العجينه المورقه. لاحظوا انني هنا ما كندلكش العجينه، فقط كنجمعها باطراف الاصابع بالماء بارد. دخلت لي تقريبا في 500 غرام 250 غرام ديال الماء. القاعده كتقول ان النص ديال الكميه ديال الماء، نص كميه الدقيق هي اللي كندخلو هذا الماء في وسط العجين، ولكن كيبقى دائما ديك زائد ناقص واحد ربع كاس على حساب النوعيه ديال الدقيق الابيض اللي خدمنا به. صافي كنجمعوا العجينه باطراف الاصابع بهاد المكونات فقط. كيف ما قلت كل 500 غرام ديال الدقيق كندخلوا لها 250 غرام ديال الماء، ولكن عامه راه كل دقيق والنوع شحال كيشرب ديال الماء والنتيجه اهم من المقادير، لان خصنا شي حوايج واخا نحاول نعطيو تفاصيل الوصفه فيهم، ولكن راه خصنا هذيك التجربه اللي كنشوفوها بيدينا هي اللي كتعطينا النجاح ديال الوصفه. شوفوا العجينه كيفاش كتجي قاصحه وما مدلوكاش. يلا فقط جمعناها، غنخليوها ترتاح واحد شويه ونرجعوا لها باش نديروا لها الفويطاج. بالنسبه للفويطاج كاين اللي كيدير التوريق بالزبده الحيوانيه اللي كنقولوا زبده العبار، وكيجي صعيب التوريق بها، وغالبا كيورقوا بالزبده الخاصه بالتوريق او لا مارغارين. انا كنفضل هاد جوج الانواع هادو هما اللي يكونوا خاصين بالتوريق، وكيكون حتى القوام ديالهم والمذاق ديالهم تيكون محايد، ما كتحسش بديك المذاق ديال الزيت كتير فيهم. الا كتعرفوا شي نوع اخر انا ما كنعرفوش فكتبوها لي في التعاليق نجربوا ونقول لكم كيفاش كيجي في النتيجه ديالو. هنا عندي 250 غرام ديال الزبده خاصه بالتوريق، المارغرين الخاصه بالتوريق. هذا البلاستيك راه ما قدتنيش، كنديروها في واحد البلاستيك ديال الكونجيلاتور اولا جوج اولا ما بين جوج اوراق ديال الطبخ، نسرحوها واحد شويه باش تعطينا واحد المستطيل ولا واحد المربع على قياسه هو اللي غنخدموا به العجين. فهنا علاش كنسرحوها؟ باش كتسهل علينا الخدمه من بعد، لان هاد المرحله هذه غتسهل علينا الفويطاج بزاف وغتوفر لنا المراحل ديال ان العجين ان الزبده تبقى تخرج لنا من العجينه. فكنرققوها ما امكن باش تجينا سهله في التوريق من بعد. هنا كنحاول نرققها على شكل مستطيل، راه ماشي ضروري نحترموا ديك الشكل المستطيل، اهم حاجه هي ان العجينه تلبس لي كامله بالزبده. هنا غادي نقادو هذاك الزبده ديالنا الخاصه بالتوريق في البلاستيك اولا بين جوج ديال ورق المطبخ وكنسرحوها. هاد المرحله هذه كيف قلت راها مهمه وكتسهل علينا الخدمه من بعد. صافي هنا من بعد ما ورقناها الا كان الحال سخون كندخلوها واحد شويه للثلاجه. هاد المارغرين عامه كتجي سهله في التوريق ديالها لانها ما كتذوبش بسهوله عكس الزبده الحيوانيه. دابا نجرب معكم بزاف الوصفات من بعد بالزبده الحيوانيه. هي فعلا خاصها شي شويه د المهاره في الخدمه لانها صعيبه في التوريق ديالها. داكشي علاش للمبتدئات كنفضل يخدموا المارغرين العاديه، وراه هي اللي كيخدموا بها في المحلات اللي كنشريو عندهم لي كيش واللي كنشريو عندهم القوالب ديال هاد الانواع ديال الحلويات. العجين المورق هنا بعد ما شدينا العجينه ديالنا اللي كنا وجدنا قبيله من بعد ما ارتاحت
كنرققوها واحد شويه بواحد السمك ديال نص سنتيم على حساب القياس ديال هذيك الزبده اللي رققنا، لان خصها تجي تلبس ليا على العجينه كامله. حنا غنرققوها وكنحاولوا نديروها شكل مستطيل ولا شكل مربع على حساب الزبده اللي درنا. انا عبرتها، انا جاتني مازال خصني نرقق شويه، غنرجع نرقق واحد شويه العجينه ديالي. وبهذه الطريقه راه هاد الخدمه هذه كامله ما خداتش معايا حتى ربع ساعه ديال الخدمه، راه بسرعه والنتيجه ديالها صراحه زوينه. والعجين المورق راه كيصلح لبزاف د الحوايج، يا المالح يا الحلو. مازال غنحضر معكم بزاف الوصفات باساسها العجين المورق. كاين لي كيش، كاين ديك لي غاليت دو غوا، كاين مملحات وحلويات بزاف بزاف، وكنشريوهم بثمن طالع. وباخص في الشهر الكريم كيكون الزحام على هاد الانواع ديال المخبوزات، كيكون عليهم واحد الزحام. صراحه انا بعدا كنفضل نجهزهم في الدار على انني نشد الصف باش في المخبزه اولا في داك اللي كيبيعوا لي فون. وتيكون عامه الكاليتي ديالهم كتكونش زوينه بزاف. كناخذ ديك العجينه اللي الزبده اللي وجدت وكنحطها في الوسط ديال هذاك المربع وكنلبس عليها الدقيق، كنلبسو حتى كتجيني على القياس ديال ديك الزبده. مباشره كنبدا نسرح. لاحظوا ان الزبده بهذه الطريقه ما كتخرجيش من العجينه وكتسهل عليا الخدمه بزاف بزاف. هنا غنبدا نرقق العجينه على الطول، دائما كنرققوها على الطول، كنرققوها على الطول حتى كتعطينا واحد السمطه طويله. كيف قلت هذا العجين المورق راه معتمد وناجح، وغنحضروا به بزاف ديال الوصفات حلوين ومالحين. فخليكم معايا ودعموني بلايك وتابوني الا كنتي باقا ما تابونيتيش، وبارطاجي الوصفه مع الناس اللي كيبغيو يوجدوا الشهيوات في الشهر الكريم. هنا غنزيد نرقق مزيان هاد العجينه على الطول. شوفوا كيفاش كتجينا بحال اون بوند، واحد السمطه طويله. كنرقق ديما على الطول ماشي على العرض. وهنا غادي نديرو الطيه الاولى. انا بعد ما رققت كنحاول من نركزش بزاف في الترقيق، لان الزبده ما خصهاش تخرج لي من العجينه. هنا غندي نطويها على بعضياتها بحال اللي كنطوي مسمنه، كنطويها على بعضياتها. شوفوا لاحظوا ان عندي مستطيل طول من مستطيل، لاحظوا كبر منه. علاش؟ باش هذيك الحاشيه ديال العجينه اللي كانت عندي تدخل لي في وسط العجينه اللي غندلك المره الجايه. نتمنى نكون واضحه في الشرح ديالي. راه كنديروا طرف صغير من طريف باش كنطويو، باش ملي كتجي الطيه ما كيجيونيش ديك الجناب في الجنب د العجينه، كيجيوني في الوسط. وكنعاود ثاني الا كانوا ضاعوا من الزبده كياخذوا حقهم من بعد من الزبده ديال التوريق. هنا غادي نديروا الدوره الثانيه اولا اللفه الثانيه ديال العجينه. انا غندير اللفه الثانيه ديال العجينه، كنحاول نعطيها شويه ديال العرض لان كانت عندي ما عريضاش بزاف، ولكن عامه هكا كتكون على شكل باندا. وكنرقق. لاحظوا الزبده ما خرجتش نهائيا، هذا من لي زافونتاج ديال الزبده ديال التوريق، ما كتخرجش من العجينه. كيف قلت عكس الزبده الحيوانيه خصها اشاك فوا ندخلوها للثلاجه باش تشد راسها، باش هكذا ما تذوبش وتخرج لي من العجينه. صافي كنبداو نسرحوا عاوتاني هكا على الطول، وغنعاودوا نديروا الطويه الثانيه بهذه الطريقه هذه. راه هادشي كله راه خدم لي ما خدمتش فيه حتى ربع ساعه ديال الخدمه ما بين العجينه، وارتاحت لي واحد 10 دقائق ورجعت خدمتها في واحد 5 دقائق. هنا غنديروا الطويه الثانيه بعد ما سرحتها على شكل طولي بنفس الطريقه. كنديروا جهه كبيره على جهه صغيره وكنلاقيوها بهذه الطريقه هكذا وغنطويو. شوفوا ان ديك الجناب د الملاقيات غيوليو عندي في الوسط د العجينه الجايه. كنتمنى نكون واضحه في الشرح ديالي. احنا درنا الطيه الثانيه، صافي غنعاودوا الاخيره وكتبقى غير اختياريه، هي راه جوج كافيينها. بغينا نزيدوها باش نزيدو شويه الفويطاج يجيني باين مزيان والتوريق يجي باين. هاد الدورات اللي كندوروا راه هما هادوك الطبقات اللي كيخرجوا ليا في العجينه من بعد. صافي انا بالنسبه لي هنا درت غير الثالثه، درتها على اون طور سامبل، طور سامبل فيها. شتي ما غنديش نطولها بزاف، غنديرها غير على جهه، غير على 3، ما غنطولهاش على 4 بحال اللي درت في الطيات الاخرين الاولى. صافي وهكا كتكون العجينه عندي جاهزه. راه كتصبر مده طويله في المجمد وحتى في الثلاجه، نقدروا نحتفظوا بها حتى الاسبوع في الثلاجه. كنجبدوها نورقوها نخدموها ونقطعوها كيف ما بغينا ونخدموا بها. هكا بالنسبه للناس اللي كيوجدوا في رمضان هكا المسائل ديال رمضان والشهيوات رمضان العشيه الفطور، فوجديها هكا بكميه كبيره وحطيها في المجمد كتصبر وكتبقى زوينه. مباشره بعد ما درنا الطيه الاخرانيه، صافي هذه هي الطيه الاخيره ديالها غير على 3 كيف
كما قلنا الطويه الاولى درناها، الثانيه، الثالثه، هاد الاخرانيه غتكون هادو اللي كنزيد في الاخر راه غير اضافيين ماشي ضروري نخدموا بهم. صافي هكذا وغادي نجمعها صافي سالينا الطويات ديالهم. هاد 3 ديال الطويات جوج طويات دوبل على 4 وجوج سامبل على 3. هاد الطويه الاخيره راه ماشي ضروريه، ولكن شحال ما درنا لها الطي شحال ما كيعطيني التوريق مزيان. صافي دابا هكذا راه حنا سالينا العجين ديالنا، غنطويها على 3 وغنحتفظ بها. هذه هي العجينه ديالي في الاخر ديالها. هنا بعد ما قطعتها شوفوا كيفاش كتجي في الوسط، شوفوا كيفاش كيجي الفيطاج واضح وباين. راه كتجي رائعه رائعه بزاف. كنحضروا بها بزاف ديال ديال لي باز حلوين ومالحين. مثلا نحضر معكم كيفاش نحضروا الملفاي بخالينا بها، كيفاش نحضروا هذيك السبرديله اللي كتباع في السوق العاديه، كيفاش نديروا بها لي بابيون، كيفاش نحضروا بها لي فولوفون. كاين بزاف الاستخدامات ديالها. نتمنى لكم تعتمدوا هذه الوصفه هذه وتعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.